السلام عليكم، تحياتي للجميع. الإفراج على بوعلم الصنصال في الحقيقة خرج العديد من المتحدثين لكي يسوقوا الأمر كما يحلو لهم، ولكي يضربوا في نفس الوقت في القرارات السيادية للدولة الجزائرية والنظرة الاستراتيجية في كل قرار منذ الاعتقال إلى الإفراج. حاولوا على أنهم يصوروه هو عبارة عن خضوع للجانب الفرنسي. راح خليكم تسمعوا معنا علي بالحاج يعني في 40 ثانية ونتحدث في الموضوع بكل صراحة. خبر العفو عليه بداعي العلاج، هم قالوا من أجل العلاج وشيء، هذا في الحقيقة إذا كانت القضية قضية علاج فهنالك من هو أشد منه مرضا في السجون، وإذا كان بعامل السن فهنالك من هو أسن منه أو في مثل سنه أو يقارب سنه، ومن أبناء الجزائر، يعني من أبناء الجزائر. ويعني إذن القضية أنها خضوع. لماذا؟ لأنهم يظنون، لأن الآن هذه حماقة، لأنهم لا يستشرفون السياسة ولأنهم لا يأخذون برأي النصحاء. هنالك من نصحهم، هنالك من قال لهم بأن أهل الفكر لا يسجنون. إذن سمعتم إلى علي بالحاج في قناة المغاربية سابقا. يقول علي بالحاج على أن يوجد من هو في سن بوعلم الصنصال، ويوجد من هو مريض وفي حالة حرجة أكثر من بوعلم الصنصال في السجون الجزائرية. ويختم قوله قائلا على أن هذا عبارة عن خضوع، وفي نفس الوقت يتحدث عن أصحاب الفكر الحر. أظن أن علي بالحاج عندما يتحدث على أصحاب الفكر الحر يقصد بوعلم الصنصال. بوعلم الصنصال هو صاحب فكر حر في أشياء بعيدة على المساس بسيادة الوطن والسيادة الجزائرية. واحد. ثانيا، بوعلم الصنصال ما يكتبه وما يقوله على الجزائر لم يكن في يوم من الأيام عبارة عن فكر حر مبني بطريقة أكاديمية أو معلومات أو غير. هو يخدم في أجندات فرنسية صهيونية واضحة. نقول النقطة الأولى اللي هي الحديث على أن في السجون الجزائرية يوجد ناس من هم في سن بوعلم الصنصال ومن هم في حالة حرجة. إذا نظرنا إلى الأمر هو عبارة عن حقيقة، لكن ليس كل من هو في سن بوعلم الصنصال أو في حالة حرجة صحية مثل بوعلم الصنصال يعد عبارة عن ورقة سياسية. ما يميز بوعلم الصنصال هو عبارة عن ورقة سياسية استعملتها الجزائر من نقطة ألف إلى النقطة ياء وانتهت المهمة، وسوف نفصل بالتفاصيل. أولا، إذا حابين نشوفوا هذا القرار الرئاسي عن العفو على بوعلم الصنصال من العديد من الزوايا، راح نشوفوه أو أننا نقروه من 3 زوايا منذ الاعتقال إلى الإفراج. الزاوية الأولى أو النقطة الأولى أو الزاوية الأولى اللي هي صرامة السيادة المتعلقة بالاعتقال. الزاوية الثانية وهي البراغماتية السياسية للدبلوماسية الجزائرية. الزاوية الثالثة وهي إنسانية الدولة. نبدأ من الزاوية الأولى، صرامة السيادة. أن تصريحات بوعلم الصنصال واعتقال بوعلم الصنصال جاء في وقت أين كان هنالك توتر مع الجانب الفرنسي، وكان يجب على الجزائر أنها ترد بكل صرامة وترد على الوسيلة أو تستعمل الوسيلة اللي هي بوعلم الصنصال للرد على الجانب الفرنسي، لأن بوعلم الصنصال هو عبارة عن وسيلة من الأخير. بوعلم الصنصال ليس بالسياسي ولا هو الدولة الفرنسية ولا الاستخبارات الفرنسية ولا مؤسسة ولا هم يحزنون، لكن هو موجود في الواجهة زاوية.
طريق، مثل من العديد من الطرق، العديد من الخونة التي تستعملهم الاستخبارات أو المخابرات الفرنسية. تلك الوسيلة تعاملت معها الجزائر وانتهى دور تلك الوسيلة. علاش؟ لما نقولوا صرامة السيادة، فرنسا لربما كانت تنتظر خضوع للجانب الجزائري، لكن الجزائر لم تتهاون مع هذا. قامت بسجن بوعلم السنسال، وبدأ الحديث وبدأ الجميع يتحدث على أن الجزائر سوف تخضع للجانب الفرنسي لأنه لا سيادة للجزائر، وأن فرنسا هي من تضغط وهي من تتحكم وإلى آخره، عن طريق الإعلام وأحيانا حتى بعض السياسيين وأصحاب المناصب. لكن الجزائر لم تعطي لهذا الأمر أي اهتمام. حتى عند محاكمة بوعلم السنسال كانت كذلك عبارة عن رسالة أو رد للجانب الفرنسي. عند اعتقال بوعلم السنسال كذلك كان هنالك تصعيد من الجانب الفرنسي، وكان هنالك محاولة ضغوطات على الجانب الفرنسي من الجانب الفرنسي على الجزائر، وكذلك تصعيد كبير باعتقال الجزائريين واعتقال الدبلوماسي الجزائري والعديد من الأمور، اتفاقيات من قص الهجرة، التأشيرات وإلى آخره، وتشديد الرقابة على الدبلوماسيين لدخول فرنسا وكل هذه الأمور. إذن تكلمنا عن الزاوية الأولى وهي صرامة السيادة الجزائرية. نتحدث الآن على ما يسمى بإنسانية الدولة. نعرف على أن قضية بوعلم السنسال كان هنالك جانبين أساسيين في هذه القضية. الجانب الفرنسي الذي حاول بعقلية اليد الحديدية، حاول باستعمال الاتحاد الأوروبي والتضييقات الاقتصادية والسياسية وغير، وتدهور العلاقات والإعلام الفرنسي وكل هذه الأمور، وكذلك انحياز فرنسا للجانب المغربي إذا صح القول. أما في وقت وجيز كان هنالك كذلك جانب آخر أو تدخل آخر اللي هو الجانب الألماني من طرف الرئيس الألماني. الجزائر تعاملت مع هذا الطلب بأقصى سرعة وبكل ترحيب، كما ولو أنها رسالة إلى فرنسا على أن تلك السياسة المتبعة والطلب بإفراج على بوعلم السنسال والمطالبة بالإفراج عليه كانت بذهنيتكم الاستعمارية. الجميع شاف كيف تعاملت فرنسا مع هذا أو هذه القضية. ضغوطات، يعني كانوا أغريسيف أكثر، ماشي جايين من الباب الواسع، يعني يجوا من الباب الضيق بذيك العقلية الاستعمارية، كما ولو أن الجزائر عبارة عن مستعمرة. لما جاء الطلب الألماني من طرف رئيس ألمانيا من دولة تحترم ودولة صديقة، الجزائر كان هنالك رد فعل، لأن قصة بوعلم السنسال تم محاكمته وتم الرد على الجانب الفرنسي، ولم نخضع إلى الجانب الفرنسي نهائيا. فبوعلم السنسال تواجده في السجن بعد انتهاء هذه المهمة لا يجدي أي نفع، ربما سوف يكون هنالك عواقب أكثر لأن المهمة انتهت والرسالة وصلت. فالجزائر رحبت بهذا الطلب وتم إطلاق بوعلم السنسال وتوجهه إلى ألمانيا من أجل العلاج في رسالة واضحة. شاهد كيف تتعامل الجزائر مع الطرف الألماني، الدولة الصديقة، الدولة المهمة والمميزة في دول الاتحاد الأوروبي. وهذه تعد صفعة للجانب الفرنسي. براغماتية السياسية، كاين هنالك أو الزاوية الأخرى اللي هي البراغماتية السياسية. يعني في مدة سنة إذا حبيت تشوف أن منذ الاعتقال إلى الإفراج كان هنالك صرامة من الجانب الجزائري لم تشهده الجزائر قبل في حكم أي رئيس، خاصة في حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة مدة 20 سنة، أين كانت الجزائر تسمع وتطيع. إذن هذا الوقت قد انتهى. كان هنالك ما يسمى بالبراغماتية السياسية.
كذلك رسالة للعالم على أن الجزائر طبعا تحترم ما يسمى بحقوق الإنسان، ونحن منفتحين جدا على الحوار في إطار صداقة وبكل احترام، وكذلك بدون أن تكون هنالك أي ضغوطات. إذن في كلتا الحالتين احنا رابحين 1,000,000%، لأننا عاقبنا تلك الوسيلة اللي هي بوعلم الصنصال، انتهت المهمة، وصلت الرسالة وكملنا. شيء ثاني، اليوم يوجد هنالك خبر يقول على أن وزير الخارجية الفرنسي يرتقب أو يترقب زيارة إلى الجزائر، وكان قد استدعاه وزير الداخلية سعيد سعيود من قبل، ويقول أن احتمالية أنه يعني استئناف الحوار مع الجزائر وأنه يمشي للجزائر هي احتمالية ممكنة جدا. وكذلك يوجد أخبار لربما سوف يلتقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالرئيس الفرنسي ماكرون في قمة ال20 في الأيام المقبلة. إذن بعد هذا المشوار نرى على أن الطرف الفرنسي الآن أصبح على يقين على أن تلك ما يسمى بالقبضة الحديدية، العقلية الاستعمارية، الضغوطات، تخاطبني كالمعلم وأنا كالعبد وإلى آخره، قد انتهى وقتها. إذا أرادت فرنسا أن تتعاون معنا في إطار سيادي وفي إطار احترام، في إطار رابح لا يوجد أي مشكل، لأن من بين الأشياء التي رضخت الجانب الفرنسي وهو التعاون في المجال الأمني. الجزائر قطعت كل القنوات فيما يخص التعامل الأمني مع الجانب الفرنسي، لا يوجد هنالك أي تواصل، وهذا الشيء اللي مخلي فرنسا على أنها سوف تحاول في الأيام المقبلة على أنها تتساهل وتتعاون بشدة مع الجزائر. لما نتحدثوا على الجانب الأمني طبعا رانا نتحدثوا على مكافحة الإرهاب وكذلك الهجرة وإلى آخره وتهريب البشر وكل هذه الأمور. نترقب إن شاء الله ونأمل أن يكون هنالك خير في المستقبل. إذا لم فرنسا تعرف حدها فطبعا لن نتساهل وسوف نستمر في نفس السياسة، لكن إذا أرادت أنها تتعامل معنا في إطار سيادي فلا يوجد أي مشكل. وطبعا نحن مجبرين على التعامل مع فرنسا لأنها دولة من بين دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك فيما يخص الموقع الجغرافي. نحن لا نتحدث عن دولة موجودة في أمريكا اللاتينية أو دولة موجودة في شرق آسيا، نحن نتحدث عن دولة مقابلة لك، يعني موجودة في أوروبا، دولة فيها أكثر ربما من 4 ملايين جزائري حامل للجنسية الجزائرية. إذن هذا هو الفيديو تاع اليوم، سوف نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر. أدعوكم أنكم تتفاعلوا مع الفيديو على أوسع نطاق طبعا بإعجاباتكم وبتعليقاتكم، وكذلك بمشاركة الفيديو مع الأصدقاء على المنصات الأخرى، فيسبوك، منصة إكس، أو على الواتساب. تحياتي لكم، كان معكم الأخ أحمد، ونلتقي إن شاء الله في فيديو آخر، والسلام عليكم.